بصوا يا جماعة، ريلمي راجعة تضرب في الفئة المتوسطة ضربة محترمة جدا بموبايلها الجديد الريلمي 15 تي اللي جاي يقدم أداء رهيب وسعر يخليك تفكر مرتين قبل ما تشتري أي موبايل تاني. يلا بينا نعرف كل حاجة عن الموبايل ده في دقايق. أول حاجة خلينا نتكلم عن أداء الموبايل. الموبايل جايب معالج دايمنستي 6400 ماكس ثماني النواة بتكنولوجيا 6 نانو متر، وده معناه استهلاك قليل للبطارية وأداء عالي جدا سواء في الألعاب أو التصفح أو الاستخدام اليومي. وبيجي بنسختين، نسخة الرام 8 ونسخة 12 جيجا رام مع ذاكرة داخلية 256 جيجا، يعني ولا هتحس ببطء ولا هتحتاج مساحة إضافية. نيجي بقى للشاشة باختصار. الشاشة هنا بحجم 6.5 بوصة بدقة فول اتش دي بلس، فيها ثقب صغير للكاميرا، ألوانها حلوة وتشبعها كويس جدا، وزوايا الرؤية بتاعها ممتازة. بس خد بالك مفيش طبقة حماية هنا على الشاشة، فحط لها سكرينة أول ما تفتحها. نروح بقى للكاميرات. الريلمي 15 تي جايب كاميرتين من الخلف، واحدة 50 ميجا بكسل اساسيه و2 ميجا بكسل بورتريه، وللاسف مفيش كاميرا ثالثه. والكاميرا الاماميه هنا برضو جايه بقوه 50 ميجا بكسل، وده رقم كبير على الفئه دي، بس الاداء الفعلي متوسط شويه خصوصا في الاضاءه الضعيفه. كمان مفيش عدسه الترا وايد ولا تصوير 4K ولا مثبت بصري OIS، ودي نقطه ضعف واضحه في التجربه. خلينا نخش على البطاريه. البطاريه هنا المفاجاه، البطاريه جايه بقوه 6550 ملي امبير، رقم محترمه جدا هتكمل معاك يوم كامل شغل ولعب ومشاهده بدون اي قلق. كمان الشحن سريع جدا فمش هتحتاج تفضل جنب الشاحن طول اليوم. اما عن السوفت وير فالموبايل بيجي باحدث نظام تشغيل وهو اندرويد 15، وواجهه ريلمي الجديده اللي بقت خفيفه جدا وسلسه في الاستخدام. طب هل الموبايل ده تشتريه ولا لا؟ زي ما بنقول دايما ان مفيش موبايل كامل. الموبايل هنا بيجي بشويه عيوب بسيطه مش عارف انت تقدر تستحملها ولا لا. اول حاجه خامات الموبايل كلها من البلاستيك، ومفيش مدخل سماعه 3.5 ملم، وكمان مفيش NFC اللي الناس كلها دلوقتي ما بقتش تستغنى عنه. وكمان الكاميرات عددها قليل جدا، لكن مقابل السعر اللي بيقدمه الموبايل ده فهو منافس قوي جدا للفئه دي، خصوصا في الاداء والبطاريه اللي هي فئه ال 14000 جنيه تقريبا. يعني الخلاصه، لو بتدور على موبايل سريع وبطاريه كبيره وسعر معقول، الريلمي 15 تي اختيار ممتاز. بس لو الكاميرا اهم حاجه عندك وقوه الموبايل ذات نفسه، شوف موبايل تاني من المنافسين اللي هم كتير جدا. تنساش قبل ما تمشي تقول لي رايك بصراحه في الموبايل ده، وهل يستاهل الشراء ولا لا، واعمل لايك وشارك الفيديو مع اصحابك اللي بيدوروا على اي موبايل جديد عشان يعرفوا الحقيقه كامله. سلام.